قلت لك البيبان الصغار هذاك ما نخليوش عندهم برشا. تلقى الجريبون 40 هذاك الجريبون 40 شيء. تتفكروا البنات وريتكم البيبان من لوطة كيفاش مصددين من التسيق، وهو مش من التسيق، هو راهو من الغشة متاع العباد. كي عملنا الباب في بالنا عملناه معناها نوعية اللي هي ما تصددش نورمالمون، معناها ما تصددش. يا اخي للأسف كليتها سديد من لوطة، من انا يعني نسيق انا بالماء وكل لازمني نغسل الباب. ساعات يجيوك حتى كلاب من الشارع يبولوا على الباب، ما نحملش انا نعملها نسيق معناها نحك بالماء. الوغ هنا جبنا اليوم شكون باش ينحيه ويصلحوا سور بلاصه هاكا برا قدام الباب. هذا فطور الخدامه يا جماعه. عندكم برشا على تسنيم وقدين تسنيم، هاي تسنيم تحضر في فطور الخدام. باش نعمل لهم شويه بخور. بسم الله ما شاء الله. نحوت عليكم ونخمس عليكم ومرحبا ياسر، وقل هو الله احد عليكم وما شاء الله عليكم، الحاجات الباهيه الكل ليكم اصحابي. كل شيء على الطبيعه هاكا. مازلنا ما بديناش، مازلت ما بديتش اللمه باش نطيب فطور الخدامه. تجي تسنيم تاج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم نهار يهب البنات. الكوجينه شطر لما لا حطيت معون في الماكينه وحكيت الغاز، وعاودت جات تسنيم تحضر في قهوه الخدامه، عاودت خاضت مره اخرى. عندي مع واحد صابون زاده في الماكينه باش نخليه يكمل يشل ويعصر ونخرج وننشره ونحط نركب الفطور. والكوجينه هكا البنات كيما هي كيا، ومن بعد نعمل لها هكا ونلمها الكل تكمل تسنيم تفطر ونعمل لما الكوجينه الكل. بيت النوم زاده نحيت لها الملحفه والخطوات زاده باش نغسلهم، ولو انه مش نهير متاع غسيل، اما باش نبدلهم وخليهم وقت اللي يتغسلوا. نعمل في الصانصة يا عزازة، الرقل في الصانصة باش العودة تجي بعد نعملوا صوص شمال. نعمل في الصانصة، نعمل في الصانصة يا حنانة، نعمل في الصانصة، نعمل في الصانصة. قلت خل نحل بكري شوي باش نحرك معاكم وبعد نقعد نعمل في الصلصة بتاع اللازانيا. لا كم بعد خاطر تجي العودة تجيب لي طبق. نعمل في الصانصة يا عزازة، الرقل في الصلصة باش العودة تجي بعد نعملوا صوص شمال. نعمل في الصانصة، نعمل في الصانصة يا حنانة، نعمل في الصانصة، نعمل في الصانصة. قلت خل نحل بكري شوي باش نحرك معاكم وبعد نقعد نعمل في الصلصة بتاع اللازانيا. لا كم بعد خاطر تجي العودة تجيب لي طبق. هوني البنات هزتني تسنيم، مشينا ناخذوا في كعبة كريب من عند كريب فاكتوري كيما ريتو هكا مكتوب الاسم. هذه موجودة في المروج. الحق بنينة على الاخر، اما بصراحة قوية على الاخر تضربك بين العينين. بنينة اسمها كريب شوكولا دبي. فوالا كريب شوكولا دبي، ننصحكم جربوها. ومن عند كريب فاكتوري خاطر كل شيء اصلي يحطوه فيها. دول مربوط بالادخوما اللي البنات المرة اللي فاتت وقت اللي وريتكم ان نشريو
الملاوي متاع تنويشة وحطيت انوار. فما متابعة قالت لي شنو هو انوار، معناها فما ناس ما يعرفوش اللي فما مغازة اسمها انوار كيما عزيزة بالضبط، اما اسمها انوار. هيا حبيت نوريها لكم. جينا تو باش ناخذوا ولا هيك اسمها انوار ماركت. هذه في المروج، فما زوز في المروج توا انوار، فما هذه وثما اللي حلت جديدة. المروج 6. هاي تسنيم مشات تجيب لنا في اسمه، مشات تجيب في باكو ملاوي. تصورنيش أما. ايه تماش نصور فيك. هو البنات مش كأنه أكبر هذا. هذه أنوار، فما اثنين بركة أنوار في المروج. وتوا باش نقعد ننظف الخضرة باش نحضرها اليوم الدبارة. زعما شنو هو؟ الرز جربي ولا مرقة خضرة؟ يلا نستني ونشوفوا الدبارة شنو. خرجت السوبيا من الكونجيلاتور باش نخليها تسيح تذوب، معناها باش من بعد ننظفها لو طون اللي انا نظفت الخضره متاعي. كملت نظفت الخضره متاعي تويك، خليتها تنفخت في الماء. تو باش نبدا نغسلها، نعاود لها الماء 3-4 مرات حتى تنضاف، ومن بعد نتعدى نقصها ونغسل السوبيا اللي سي تحلت ذابت من الثلج. وتويك البنات كملت نظفت السوبيا متاعي، فوحتها، ريقلت الخضرة كيف وحطيتها لهنا على جنب مقصوصة، أمورها واضحة. حبيت نقولكم إذا كان جربتوا قبل عملتوا رز جربي بالسوبيا قولوا لي ترى في لي كومنتير. أنا أول مرة باش نجربه بالسوبيا، عملته قبل بالكروفيت مرتين، عملته بالكروفيت وعجبني على الآخر، وعجب حتى البوتسنيم وكل. المرة ذي قلت علاش ليه ما نجربوش بالسوبيا ونشوفوا شنو باش يعطيون، نتصوروا باش يطلع بنين برشا. حسيلو تويكا باش المرة اللي فاتت ما نعرفش شكون سألتني قالت لي قداش حطيت زيت وروز. الروز نكيل بالكاس، والزيت ولا حطيت بالمغرفة، معناها تقريب على الشخص انا نحط 2 مغارف، احنا 3 نحط 6 ونزيد هاكا مغارفتين كيما نقولوا احنا متاع ضيف. فوالا هنا حطيت ثوم، الهريسة عربي، طماطم، زدت قصيت بصلة عادية، لهنا حطيت البصل الاخضر، قصيت زادة بصلة عادية، وحطيت اللفاحات اللي يعرفوها الناس كل، الملح، الفلفل الاكحل، الكركم والتابل والكروية والزيت. هكا تو باش نجيب الروز نغسلو نريقلو نكمل نحطو. حطيت الماء يغلي. بالنسبة للروز حطيت كاس، الكاس هذا يهز 200 غرام الكاس هذا. الروز بسمتي، نحب انا هكا نفوح كل شيء هنا وحده، ومن بعد نصبه على الخضرة ونعملو بداية، معناها نخلطو بداية مش بالمغرفة حتى يدخل كل شيء في بعضه. هكا كملت خلطت، خلطوا بالحق بيديكم باليدين، تنجموا تخلطوا بالقدا ويدخل اللفاح في بعضه. وشو مش نقول اخر، انا اخترت باش نعملوا بالسوبيا، تنجموا تعملوا سوبيا وكروفيت وكالامار، يعني تخلطوهم ما يشكي من شيء ما يقول شيء، بالعكس يزيد يجي بنين. انا ما حبيتش نزيدوا كروفيت، حبيت نعملوا سوبيا بركه ونشوفوا شنو يعطي. تويكا باش نعبيه في الكسكاس ونحطوا عادي يتفور على روحه. ما شاء الله عبيت الكسكاس وظلي منه شوي، هذا نخليه نعمله مرة أخرى. أنا فضلت لي خضرة وفضلي هكايا، مرة نقول نخلطهم مع بعضهم، معناها نعملهم مرة أخرى نعاود نفوروا، وإلا نخليه هذايا غدوة نعاود نعمله ونفوروا وحده خاطر ما عادش يهز الكسكاس. وهذه نحطها في حاجة جارية.
Zal je